السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير، معاكم أحمد من قناة بيت العيلة، إن شاء الله النهارده هنعمل مع بعض كنافة عيش البلبل أو عيش العصفور، سهلة خالص وتبقى طعمها حلو وبتبقى شكلها حلو في العزايم وسهلة ما فيش أسهل من كده، لأول مرة تشوفونا سبسكرايب للقناة ولايك وشير وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. دي مكسرات مشكلاها لوز على بندق على فستق على عين الجمل، تمام. وعندي السمنة على زيت وعندي الكنافة والصينية اللي انا هعمل فيها. هحط معلقتين سيرم تقيل، لازم يكون تقيل على المكسرات كده، دي تكاية مهمة جدا بتبقى ثابتة في قلب الكنافة وبيبقى طعمها حلو. خلاص، وبعدين هنجيب كنافة اللي هي مثلا اي كنافة موجودة، خلاص هنجيبها وهنلفها بطريقة سهلة خالص، قدامك اختيارات اللي انت عايزاه، تقدري تلفيها على خشبة على معلقة، بس اسهل حاجة على صباعك لان بتبقى مقاسها مظبوط وبتبقى ايه سهلة يعني متحكمة فيها اكتر بالشكل ده. خلاص، اهو على صباعك هتلفيها على صباعك كده بطريقة سهلة خالص ما فيهاش اي حاجة، هنعمل مع بعض اكتر من واحدة وهتبقى سهلة خالص ما فيهاش اي حاجة. اهو بالشكل ده اهي، سهلة جدا. بلفها على صباعي كده، ممكن تجيب على مقورة على اي معلقة خشب، ظهر معلقة خشب اي حاجة مثلا واخدة شكل القلم كده، ماشي، تقدر تلفها عليها لو انت مش هتملكي كده. في ناس بيحبوا يعملوا الكنافة الاول سمنة وبعدين يعملوا اللي هي الحركة دي، بس هي اصلا كمية صغيرة بتقدر تدهنيها سمنة بعد كده، بتبقى سهلة يعني ما بتبقاش يعني صعبة ان هي تندهن كلها، فايه الافضل انك تدهنيها بعد ما تخلصي. خلاص، وهفضل كده لحد ما اخلص الكميه كلها، اعمل الصينيه بتاعتي بالشكل ده، وبعدين بحط الحشوه ايه مره واحده. تمام، سهله جدا ما فيهاش اي حاجه وطريقتها كده باينه خالص واضحه، يعني عملت لكم اكتر من واحده علشان خاطر ايه تبقى واضحه معاكم. اي حته كنافه بالشكل ده بالطول كده اهو، بتيجي حطاها لفاها بالشكل ده، اهي عامله زي العش، شبه الايه منظر القش بتاع العيش الايه العصفور وكده، هي شكلها كده. تمام، وهفضل كده لحد ما اخلص الكميه كلها بتاعتي، وبعدين هجيب بقى المكسرات اللي انا حاطه عليها السيرم تقيل، العسل او الشربات التقيل. خلاص، وهبتدي بقى احط كده ايه عين جمل اهيت، بندقايه، لوزايه، وانا ماشيه كده. تمام، فستقايه، خلاص حسب ما تاخد فستقايه اتنين، وانتي ماشيه كده لحد ما نخلص كل الكميه بتاعتي بالشكل اللي هيكون معانا ده. خلاص، تمام جدا، خلصنا كده كله. هنجيب بقى مرحلة السمنة ندهنها بالشكل ده، سمنة زبدة سمنة على زيت ماشي، بس الافضل هي سمنة بلدي يعني بصراحة بتبقى طعمها تحفة. هفضل ادهنها كلها كده لحد ما اخلص الصينية بتاعتي كلها، طبعا الفرن بتاعي حامي تمام، والسيرم بتاعي معمول وبارد، السيرم التقيل اللي احنا عاملينه قبل كده مع بعض هبقى انزل لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. وهخلص كل الدهان بتاع الصينية كويس جدا، وبعدين هدخلها الفرن لحد ما تحمر كده ويبقى وشها حلو كده بالشكل اللي هتشوفوه معانا ده. تمام، اهي زي ما انتم شايفين، هنزل عليها بقى بالشربات، وكده خلصت معانا الكنافة، وبألف هنا وبألف شفا بالشكل ده. لو عجبتكم الوصفة سبسكرايب للقناة ولايك وشير وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وان شاء الله انتظرونا في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.